كان ليه رأي تاني خوفا وحبا. شوف انا قد ايه مؤدب اهو. خوفا وحبا وشفقة على رسول الله فكان ليه رأي تاني. ده سؤالي. عمر بن الخطاب امتثل. ابسطها لك، مش هنقول انه عصى، هنقول ان عمر من شفقته على رسول الله وحبه لرسول الله زي ما انت بتقول اهو، عشان اخلص من الموضوع ده ونخلص، كان ليه رأي تاني خوفا وحبا. شوف انا قد ايه مؤدب اهو. خوفا وحبا وشفقة على رسول الله فكان ليه رأي تاني. حلو كده يا عم؟ مرضية دي كده. بلاش امتثل لو مش عايز تجاوب على امتثل او عصى او طاع. اطاع. جاوبني بس، هل عمر بن الخطاب والذين قالوا ان النبي يهجر وافقوا النبي امتثلوا الامر، ولا لقرائن ظهرت عندهم تبين لهم ذلك؟ بس ده كل كلامي. السؤال الاخير بقى، السؤال الاخير، سؤال تاني. انا عايز السؤال ده بس، انسى كل اللي فات. السؤال ده وسؤال تاني. ما الشيء اللي وجد عمر في قول النبي حتى يتبين انه اجتهاد؟ ايه القرينه اللي ظهرت لعمر قالت له ان قول النبي ده اجتهاد؟ ادي السؤال الاول. السؤال الثاني، هل عمر بشفقته على النبي راى رايا اخر؟ مداخلتك السادسه ولا جايه الاخيره ليا؟ طيب، هل السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. في صوت؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هل عمر رأى رأيا آخر؟ الجواب نعم. هل عمر امتثل؟ أستحلفكم بالله ولا تكتموا الشهادة وما يكتمها فإنه آثم القلب. اللي سمعني صوتا وكتابة قلت لا لم يمتثلوا، ورحت جاي حاطط نقطة وقلت والرفض رفضان لما كتب. أستحلفكم بالله مش هم دول المهاجرين. أستاذ أحمد انتهى الوقت. أستاذ أحمد الحمد لله رب العالمين. مداخلتي الأخيرة وبعد كده تختم أنت إن شاء الله رب العالمين، وأنا أكتفي بذلك. الله يعني ما شاء الله أنت ريحتني. أنا والله عشانك يا أبا طالب والله طولت، بس كان ممكن أخلص من الأول بس عشانك والله. ايه بلا الزحمه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. احمد اخيرا، عشان الاستاذ ابو طالب طلب مني القضيه في الاخر، قال لي ايه؟ قلت له هل عمر كان له راي اخر في امر النبي والصحابه امتثلوا؟ قال لي لا ما امتثلوش، وعمر ما امتثلش، وعمر كان له راي اخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله العلي العظيم. إذا أولا طبقا لقول الأستاذ أحمد إن عمر كان ليه رأي آخر فقد ضل ضلالا مبينا. طاعة النبي واجبة يا أحمد، بس أنت ما تعرفش. طاعة النبي واجبة على الإطلاق مش على التخصيص والتقييد والاجتهاد والخرف اللي أنتم بتقولوه. الله عز وجل في القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لم يقيد، لم يخصص كما ادعيتم انتم قلتم. الله عز وجل يقول ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ده لو كنتم. الله عز وجل يقول في كتابه العزيز ومن يعص الله ورسوله ويتعدى كما تعدوا حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. عشان ما تقوليش أنت ليه ما كملتش والخل اللي طالع عندك غل من إيه يا عم؟ يعني أنا عشان بدافع عن النبي بقيت بغل؟ إذا أحبائي الكرام الذين قالوا على أن النبي يهجر اتهموا النبي بالهذيان، انطبقت عليهم كل تلك الآيات. سبوا النبي، ومن سب النبي فقد سب الله. الله عز وجل يقول لهم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول دون أي قرينة. النبي لسه ما قالش، يعني حتى علماءكم، يعني مش خليك حتى ذكي زي علماءكم بيقولوا ان القرينه زي المسواك بيتبين الموضوع اختياري ولا وجوبي. طب النبي ما قالش اصلا. من اين اتت القرينه لعمر حتى يقول انه اجتهاد؟ النبي قال هات ورقه ولا بكتب لكم. طب اصبر يا عمر،
يعني خلي النبي يقول وبعدين قول ده اجتهاد، بعدين قول ده كذا، ما استناش. قال النبي يهجر، قال النبي غلب الوجع، قال عندنا القرآن. هل القرآن كافي؟ هل معطل السنة عندك يا أحمد عشان تجاوبني في مداخلتك السبعة؟ هل معطل السنة المكتفي فقط بالقرآن مؤمن؟ ولو عايز تروح لسيدنا الإمام علي عندكم يا شيعة فأقفل لك الباب وأقول لك إنه يقول خصيما للأعداء، ما بيتكلمش في الفقه وفي المعارف وفي علم الدين وما إلى ذلك، خصيما بينه وبين الأعداء الدين، عشان بس إيه أقفل لك الباب. طيب ادي عمر بن الخطاب اثبت الاستاذ احمد الله يبارك له ان عمر بن الخطاب كان له الخيره من امره، وقال كان لي راي اخر فقد ضل ضلالا مبينا. جزاك الله خير استاذ احمد على هذه المداخله الراقيه الجميله. استاذ احمد نفس الحسين ابو رشتين اسم كبير يا بالفضل، كان اللواء في كربلاء بلغه الخيام همزه وصل، علي من يصول علي من يجول علي من يقول قولوا فعل حيدر. بعد نفس الحسين ابو رشتين اسم كبير يا بالفضل، كان اللواء في كربلاء بلغة الخيام همزة وصل، علي من يصول علي من يجول علي من يقول قولوا فعل حيدر. الله الله عالراس رايتك تمشي